مجدي الخريبي. شكرا. مجدي الخريبي اتفضل. أنا موافق على التعديل، وأرى أنه ليس هناك عيبا في أن يتعلم أولادنا اللغة الإنجليزية، فلا بد علينا أن نعمل العقل والعلم. العلم وأن نأخذ العلم من مصادره، ولا أرى في ذلك عيبا على الإطلاق. شكرا رئيس. معترض على إيه طيب؟ خلاص رأيك ده هل هتسيطر الديمقراطية أن تقول رأيك وتستمع لآراء الآخرين؟ هذا رأيك. خلاص يا سيدي، قلت رأيك وهناخد في الآخر رأي المجلس. النائب المحترم حسين خليل. سعادة الرئيس، احنا بداية بنشكر اللجنة على اعداد تقريرها المتميز، ولكن عندي تحفظ واحد بالنسبة للتعديل ده. هو بيقصره على 5 محافظات، المنيا وبني سويف والفيوم واسكندرية. لا، يجب ان يعمم على جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل، وليست 5 محافظات. دي نمرة 1. نمرة 2، هذا الدعم الآتي من الولايات المتحدة الأمريكية تشكر عليه طبعا، ولكن احنا كمواطنين عاوزين نعرف من الجهاز المركزي للمحاسبات المنح السابقة قبل كده راحت فين وصرفت فين، وخاصة ان ما زالت العملية التعليمية في هذه المحافظات بل في محافظات جمهورية مصر العربية كلها بالكامل ضعيفة جدا، سواء ثقافة المدرس ذات نفسه اضمحلت، التعليم ما فيش، امال بتروح فين؟ كثافة في الفصول عالية جدا بتوصل 70 و80، امال الفلوس دي بتروح فين؟ دولارات، ملايين الدولارات بتنفق. المفروض يبقى فيه اهتمام عشان يبقى كله وما تتعممش على 5 على الجمهورية كلها. وشكرا لسعادة الرئيس. شكرا. النائب المحترم كارم عبد الحميد. نعم، هذا مؤكد عند الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكد في إحدى توصيات اللجنة بالفعل. كارم عبد الحميد.